اكتر نصيحة لازم اقولها لاي حد بيقولي ان هو داخل على انترفيو، ايا كان التايتل اللي هو داخل عليه، سواء اسوشيت بروجكت مانجر او بروجكت مانجر او بروجرام مانجر، او ايا كان الاندستري اللي هو داخل فيها، داخل في الاوتوموتيف، في السوفت وير، في الكونستراكشن، ايا كان هو هيشتغل في شركة كبيرة او صغيرة، لوكال كومباني او مالتي ناشونال. لو انت داخل الانترفيو انت محتاج يبقى عندك اكتر من حاجة تفكر فيها. اول حاجة ثقتك في نفسك، انت اتعلمت وخدت شهادة في البروجكت مانجمنت، او حتى لو ما قدرتش تاخد الشهادة بس انت ذاكرت ليها فانت واثق في معلوماتك. تاني حاجة ان انت تظهر المعلومات اللي انت درستها دي بانك تستخدم الترمينولوجي بتاعة البروجكت مانجمنت. ما تحكيليش عن الحاجة من غير ما تديلها اسم. الاسامي دي هي اللي بتخليني عارف ان انت مذاكر الثيري وعارف تطبقها في البراكتس. فانت لما بتيجي تطبقها وتحكي لي الموقف او السيتويشن اللي انت عديت بيه وتقول والله هنعمل في دي الموقف الفلاني، او هنستخدم فيها الدوكيمنت الفلانيه، او الارتيفاكت الفلانيه، او الموقف ده بيبقى ليه المسمى الفلاني، انا كده ببقى عارف خلاص ان الراجل ده هو فاهم هو بيتكلم في ايه. ممكن بقى اضغط عليه شويه، اتحداه في السيتويشن ده واقفل له حاجه، اقول لا الكلاينت قال كذا، لا معاك حد في التيم عمل الموقف الفلاني. فانا بزنوه اكتر شويه في البراكتس اكتر من ان انا عمال اساله قول لي بقى يعني ايه مثلا السي بي اي والاس بي اي اللي هو بنتكلم فيهم في الايرنت فاليو مانجمنت او تحليل القيمه المكتسبه. لا انا مش هقعد بقى ادخله في قول لي مفاهيم وتعريفات، لا انا هقول له على التطبيق على طول. فدي كده تاني نقطة، ان انت بتتعلم الحاجة، بتشو ده في الانترفيو من خلال ان انت تتكلم بالمصطلحات بتاعة المجال، ما تحكيش حاجة كأننا قاعدين يعني بره الشغل، لا احنا بنتكلم في بروفيشنال كونتكست او سياق احترافي لازم نستخدم فيه الترم او البروفيشنال ترمينولوجي بتاعة المجال. تالت حاجة بقى ودي الأهم، إنك ما تنطش لحل السؤال أو المشكلة أو التحدي اللي أنا بقولك عليه تروح تحله على طول، لا، انك محتاج تاخد خطوه او اتنين لورا وتوريني ان لا احنا ما كناش هنوصل للمشكله دي، عشان انا اصلا مدير مشروعات جامد زحليقه وعارف ومجهز على الحاجه دي وعامل حسابي عليها من الاول. مثال يعني ممكن نذكره هنا، ان انا بقول لك انت عندك 3 مشاريع واحنا دلوقتي في شهر اكتوبر والمفروض ان احنا هنسلم في شهر ديسمبر ال3 مشاريع دول كلهم، ودلوقتي في زحمه في التاسكات وفي ورك لود كبير والناس محتارين احنا هنشتغل على ايه. فانت ما تروحش تقول لي بقى والله انا هعمل مثلا كراشنج ولا هعمل فاست تراكنج ولا هنشتغل اوفر تايم ولا هنيجوشيت مع الكلاينت ان احنا نكستند التايم لاين شويه. كل الكلام ده انت رميت نفسك في المشكله على طول. لا انا عايزك تاخد خطوتين 3 لورا وتقول لي انا مش هقع في المشكله دي اصلا، لان انا هبقى عامل حسابي من الاول ان دي ريسك، فانا حاططها في الريسك ريجستر، وعامل حسابي ان ايه الريسك تريجر، امتى هاخد بالي ان انا لازم اكت على الريسك دي قبل ما تبقى ايشو، ومين الريسك اونر. فانا كده فهمت منك ان انت بتتكلم في الريسك مانجمنت. قصاد ده هتبقى عامل حسابك في الورك بريك داون ستراكشر الدبليو بي اس بتاعك، ان امتى هيكون في يعني ترافيك جام في البروجكت بتاعك، في زحمه في بعض التاسكات، فانت من قبلها هتبقى عامل حسابك ازاي تديليجيت التاسكس دي لاكتر من تيم او اكتر من حد معاك في الشغل او معاك في البروجكت ده. نقطة تانية انك تذكر قبل ما تدخل في الموضوع ده ان انت هتراجع الاو بي ايز بتاعت الشركة، الاورجنايزيشن بروسيس اسيتس، او النولج بيز بتاعت الشركة اللي فيها الليسونز ليرند. فانت بتذكر كده ان عندك ليسونز ليرند ريجستر او سجل الدروس المستفادة، عشان تبقى عارف لو احنا عدينا بمشاريع زي دي قبل كده ايه المشاكل المتوقعة فيها، ولو احنا عملنا مشاريع مع نفس الكلاينت ده قبل كده ايه التحديات اللي بتقابلنا معاه. فانا كده واخد خطوتين 3 لورا وقلت انا ازاي هتجنب الوقوع في المشكله دي اصلا. بعد كده اقول ان لايف هابنز، وانا اصلا مدير مشروعات متمرس جدا وعارف ان الحاجات دي برغم ان احنا بنبقى عاملين ريسك مانجمنت بلان ومتوقعين ما لا يمكن توقعه، بس الدنيا بتتغير وبيحصل عندنا مشاكل برضه. فانت تتكلم كده ان انت عارف ان الحاجات دي كلها بتحصل عادي يعني، وهم ما زنقوكش ولا حاجه، وتقول بقى والله في الحاله دي انا محتاج اري برايورتايز التاسكس بتاعتي، اري برايورتايز اصلا البروجكتس، ال3 بروجكتس دول مين فيهم اللي فيه فاليو اعلى، مثلا الار او اي بتاعه اعلى، الاستراتيجيك فاليو بتاعته اعلى، وهكذا، وهو ده اللي هديله اولويه اكبر. وبعدين ابدا اعيد ترتيب اولويات التاسكات بتاعتي. عملت الري برايورتايزيشن دي ما اروحش اشتغل عليها لوحدي، لا محتاج اعمل حاجتين، محتاج ان انا اخد ابروفال عليها من المدير بتاعي، البروجرام مانجر، البورتفوليو مانجر، البي ام او دايركتور، ايا كان الشخص ده،
ومحتاج بعد ما اخد الموافقه دي ان انا اشير ده مع التيم بتاعي، ما بقاش انا بزق في ناحيه وهم بيزقوا في ناحيه تانية خالص، لا احنا محتاجين كلنا نبقى اون ذا سيم بيج، فبالتالي يبقوا عارفين ان دي الحاجه اللي ليها اولويه دلوقتي، فنبقى كلنا عايزين نخلص التاسك دي الاول. خلصت كل ده اروح اسجله تاني في الليسنز ليرند ريجستر، عشان انا وزمايلي في البي ام او بعد كده يبقوا واخدين بالهم ان احنا ازاي نتجنب المشاكل دي في المستقبل. فلما تيجي تبص كده، انا السؤال ده ممكن اكستند كمان، اقعد احكي لك بقى هنعمل ايه بعد واثناء والكلام ده كله. انا الهدف بس من المثال ده ان اوري لك انك ما تتشدش للموقف. انت بتبقى تنس، بتبقى مشدود شويه في الانترفيو، فاول ما يقول لك السؤال فبتقول اول اجابه بتيجي على بالك وخايف انك تنسى الاجابه دي. لا، خد نفسك، اساله. يعني ممكن تسال clarifying questions، وقول له طيب هو الموقف ده في ينفع الاوبشن الفلاني ولا الاوبشن الفلاني؟ طب احنا عملنا الحاجه الفلانيه الاول ولا ما عملناش؟ طب الدوكيمنت الفلانيه موجوده ولا لا؟ ممكن تساله اكتر من سؤال، ما تاخدش السيتويشن كده وتحط الاسامبشنز في دماغك وتقول لا، انا عايز اعرف الثينكينج ابروتش بتاعك، انت هتمشي ازاي في الموضوع ده، الثوت بروسيس ديت هتمشي ازاي. فانت تقول لي والله طيب انا مثلا اليوم ده انا هخصص ساعتين للحاجه الفلانيه عشان افهمها، وبعدين ساعه عشان اطبق، وبعدين ساعه مع فلان مثلا اكسبرت جادجمنت هاخدها من حد معين، وهكذا. فشارك معايا الاسامبشنز اللي انت هتعملها، شارك معايا انت هتفكر ازاي في المشكله دي، وشارك معايا الاجراءات الاحترازيه او البرو اكتيف ابروتش اللي انت هتاخده عشان ما تقعش في المشكله دي من الاول. ده كده ملخص انت محتاج تفكر نفسك بيه دايما قبل ما تدخل اي انترفيو في مجال البروجكت مانجر. بالتوفيق ان شاء الله.